ثلاث نصايح هقولهم لك لو انت عايز تدخل ثانوي عن تجربة شخصية وانا جربتهم شخصيا. صاحبك من ابتدائي او اعدادي اللي لقيته في ثانوي ماشي مع عيال مش كويسة او بيعمل حاجات مش كويسة، ده لازم تبعد عنه فورا، لان الصاحب ساحب وهيسحبك معاه في الطريق اللي هو ماشي فيه وهيعزم عليك بحاجات مش كويسة. فانت لازم تبعد عنه، مش بقولك تنفصل عنه خالص، لا تبعد عنه، يعني يكون في بينكم سلام بس. ما تجيش تروح معاه في مشوار، ما يروحش معاك في مشوار، ما يقولكش تعالى العب معايا انت تروح تلعب معاه. مفيش الجو ده خالص، لازم تبعد عنه حفاظا على سمعتك وسط زمايلك وحفاظا على سمعتك وسط ابوك وامك. وهي بطل تفكر فيها او بطل تشغل دماغك بيها، وهي البنات اللي انت تروح السنتر عشان تتعرف على بنات وتقابل بنات. فكك من الجو ده خالص، لان الجو ده مضيعة وقت بس ولعب عيال، وانت اصلا مش مستحمل اللي انت تكون في الوقت ده محتاج حاجة زي دي يعني. مش شرط خالص هو ان انت تبطل تضيع وقت وبطل تروح مع ده مشوار قبل الدرس وبطل تروح مع ده مشوار بعد الدرس وتضيع وقتك كله في مشاوير مع اصحابك ومجاملات وكده. انت الوقت اللي انت مش هتذاكر فيه او حاسس نفسك اللي انت تعبان فيه، بلاش تنزل مع زمايلك ونام احسن لك. ريح جسمك. فلو مش هتذاكر ريح جسمك ونام، او اقعد في البيت اقعد ذاكر لو مش هتروح سنتر. عشان الوقت ده انا كنت مهدره اكتر وحاولت اهتم بيه في المرحله الاخيره دي. بلاش تضيع وقتك.